كنا عاوزين نعرف ايه يعني، ايه الفرق ان احنا نشطب مع مهندس تشطيب وانا اجيب صنايعي واشتغل بيه انا؟ يعني ايه الفرق؟ فرق كبير طبعا. العميل لما بيشتري شقته بيبقى عايز يخوض تجربه التشطيب. هو جاب الشقه عايز يخش مجال مش مجاله، حته مش حتته، هو ما درسش الكلام ده وما طبقوش عملي، فبيقع في اخطاء كبيره جدا. يعني طبعا بيبان ان انت دخلت الشقه او الفيلا ان الشقه دي مشطبها مهندس ولا العميل بيشطب لوحده ولا جايب مقاول وصناعيه لوحدهم. ازاي يعني؟ مش فاهم. اول حاجه التصميم. العميل لما بيشطب لوحده غالبا بنسبه 90% ما بيصممش الشقه. هو بيبقى عنده فراغ، لو عندنا اوضه 63 في 63 فبيجي بيتخيل الاوضه دي هتشيل سريرين متر 20 ودولاب 3 متر وتسريحه ومكتب وممكن كمان 2 كومودينو. يجي يتخيل ده ويبني حياته كلها على ده ويشطب على الاساس دوت، ويجي يفرش يلاقي ان مفيش ممرات حركه، العفش بتاعه مش قادر يدخله. طبعا كل الكلام ده بيطبقه له، مع ان ممكن تعمل كل يعني تحط كل الايتمز دي بس توظفها. ودي وظيفه الديزاينر. الراجل ده درس في الكليه واشتغل وطبق ووقع في غلطات وتعلم علشان يقدر يحقق لك النيدز بتاعتك بالاستغلال الامثل للمساحه. فعلا هندسه، انا والله عندي واحد صاحبي مهندس، يعني هو مهندس طبيه، شطب شقته، جاب كهربائي قال له حط لي فيشه هنا فيشه هنا فيشه هنا. جه يفرش العفش بتاعه لقى السرير قفل على الفيش، لقى الدولاب وراه الفيش بتاعت الكومودينو، التلفزيون اتلغى، التلفزيون بقاش فيه تلفزيون في اوضه النوم. انت عارف كده هو صرف فلوس كتيره وممكن يكون صرف اكتر من اللي شطب مع شركه تشطيب او مع مهندس تشطيب شاطر، بس ما استغلش الحاجات اللي صرفها، ما استغلش الفلوس اللي صرفها. فعلا، ده غير ان المناسيب اصلا مختلفه، يعني هو عامل له علبه هنا منسوب متر و10، هنا الناحيه الثانيه على يعني في ركنه منزل له الفيش على منسوب 40، فمواصله الدنيا خالص. غير الشكل الجمالي، هو ساعات اصلا العميل وهو بيشطب لوحده بينسى بنود. يجي يكون عايز ياسس تكييف فيقول للكهربائي انا عايز تكييف هنا، فالكهربائي ياسس التكييف، ينسى يقول للسباك، ينسى يجيب فني تكييف يوصل له مواسير الفريون. يجي في الاخر يركب جهاز التكييف يلاقي عنده وصله كهرباء، ده انا مؤسس تكييف، طب فين الصرف؟ فين مواسير الفريون؟ مفيش. فطبعا كل دوت بيهدر فلوس. عشان يرجع يعمل ده بقى بيضطر ان هو يكسر ماتيريال ويجيب ماتيريال تانية، كل ده اكسترا كوست ووقت ومجهود.